إلى سنة 2015، والذي سيمتد عبر ربوع المغرب في العديد من المحطات الفكرية الحقوقية التي سنتواصل فيها مع النشطاء الحقوقيين مسؤولين في الفروع ومهتمين بالعمل الحقوقي. الندوة هي تحمل عنوان دور الحركة الحقوقية في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، ولم يكن الموضوع من محض الصدفة ولا عنوان عابر للاستهلاك الإعلامي، بقدر ما كان يندرج في سياق انشغالات الحركة الحقوقية بالمغرب وخاصة خلال السنة الماضية. لن نخفيكم كمسؤولين في منظمات حقوقية أننا عشنا سنة 2014، خاصة النصف الثاني من سنة 2014، نوعا من التردي والنكوص والتراجع على المستوى الحقوقي، في الوقت الذي كنا نطمح فيه كحركة حقوقية كجمعيات حقوقية أن تسير بلادنا إلى الأمام في مجال احترام حقوق الإنسان، فإذا بنا نقف على تراجعات كما قلت، خاصة في النصف الأخير من سنة 2014. دعونا من هذه المقدمة، ولكن كما قال الأستاذ عبد الحق عندليب أن الضمير الحقوقي والنزاهة الفكرية والجرأة تقتضي منا كذلك حتى لا نترك الفرصة لمن يتهموننا بأننا نسيء إلى سمعة البلد أو نخدم أجندة أجنبية أو أننا فقط نقوم بتسويد الصورة. دعونا نتحدث عن بعض الإيجابيات خلال هذه السنة، سنة 2014، لنكون أكثر حرصا على الدفاع عن سمعة البلد أكثر من الذين يعتبرون أنفسهم اليوم حماة لهذه السمعة، وسآتي فيما بعد على ذكر أسمائهم. طبعا التطورات الإيجابية، نعتقد بأنه المغرب سنة 2014 استمر في احترام ما هو متطلب منه دوليا على مستوى التوقيعات وعلى مستوى ما صدق عليه من معاهدة ومواثيق. تم تتويج هذه المسألة بتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بجوار مدينة التصويرة، طبعا بمدينة مراكش، في أواخر شهر نوفمبر بداية شهر دجنبر. قبل تنظيم المنتدى، المغرب وضع أوراق تصديق على وثيقة تعتبر من أهم الوثائق في مجال صيانة حقوق الإنسان بشكل عام. الأمر يتعلق هنا بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعديم. ماذا يعني البروتوكول الاختياري الملحق بمناهضة التعديم؟ هذه وثيقة تلزم الدولة التي تضع أوراق التصديق لدى اللجنة الفرعية المكلفة بمناهضة التعديم بالأمم المتحدة، تجعل هذه الدولة ملزمة بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعديم، مادة 17 من البروتوكول الاختياري. وعندما تحدث الدولة الآلية الوطنية للوقاية من التعديم، هذه الآلية لها مجموعة من الصلاحيات كما هي محددة في المعايير الأممية المعتمدة للزيارات المفاجئة لكل مراكز الاحتجاز، تعلق الأمر بالسجون، مراكز ديال الصحة العقلية والنفسية، مراكز حماية الطفولة، مخافر الدرك والأمن، كل مكان يعتبر مواطن ما أو مواطنة محتجز به. النقاش الحاصل اليوم فيما يتعلق بهذه العملية بعد أن وضع المغرب أوراق التصديق، والمادة 17 تقول بأنه الدولة ملزمة بإحداث هذه الآلية في ظرف أجل سنة ويمكن أن تمدد إلى 3 سنوات. إذن نحن الآن بدينا في العد العكسي من شهر نوفمبر الماضي لمدة 12 شهر
حتى يتم إحداث هذه الآلية. نقاش اللي كاين اليوم ما بين الحركة الحقوقية وما بين من يفترض فيهم أن يحدثوا هذه الآلية هو مسألة الاستقلالية. إما أن تكون هذه الآلية لأن مهمة خطيرة جدا، مهمة غتقول هنا تعذب واحد المواطن، هنا تعذبوا مجموعة المواطنين، هذا مركز احتجاج فيه التعذيب إلى آخره. وكاينين الناس اخرين بمجرد ما كتقول هذه المسألة هذه تيقول لك راك تتسيء سمعة البلد. إذن مهمتها خطيرة جدا. إذن مطلبنا كحركة حقوقية هو أن تكون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب آلية مستقلة عن كل المؤسسات وعن كل أجهزة الدولة، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الرأي الآن الذي يدفع به مجموعة من الجهات ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تكون هذه الآلية تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. إذن سيصبح الحاج موسى هو موسى الحاج، لأن المجلس الذي لم يستطع أن يقوم بمبادرات هي من صميم اختصاصاته ومنصوص عليها في الظاهر المحدث للمجلس 1 مارس 2011، الذي لم يستطع أن يقوم بعمله كما هو منصوص عليه في القانون، لا نعتقد أنه مؤهل ليقوم بأدوار جليلة وفي مقدمتها التصدي لقضية التعذيب. كذلك من الأمور الإيجابية تفاعل المغرب مع الآليات الأممية، سواء تعلق الأمر بالآليات التعاقدية أو المساطر الخاصة أو التقرير الدوري الشامل. غنفسر. الآلية التعاقدية عندنا 10 ديال المعاهدات صادق عليها المغرب بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري التالي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب جميعها. المغرب صادق على 10 اتفاقيات التي تعتبر اللجان المكلف بها آليات تعاقدية. المغرب يقوم بين الفينة والأخرى بتقديم تقارير أمام هذه الآليات التعاقدية، وهو ملتزم حسب ما تقرره الأجهزة الخاصة. ولكن كذلك في إطار هذه الآليات هناك ميكانيزمات أممية تسمح للمجتمع المدني وللحركة الحقوقية بتقديم تقارير موازية أمام كل هذه الآليات التعاقد في آجال محددة طبعا ووفق مسطرة تحددها الأمم المتحدة وخاصة الأجهزة الأممية المعنية بهذا المجال. عندما نقوم نحن كحركة حقوقية بالقيام بأدوارنا في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان من خلال تقديم تقرير موازي، نتهم بأننا نسيء إلى سمعة البلد. المساطر الخاصة شنو هما المقررين الخاصين المكلفين بقضايا حقوقية محددة. مثلا تابعت بأنه سنة 2013 زار المغرب واحد المقرر خاص أممي خاص المكلف بقضايا التعذيب اللي هو خوان مانديز. فهذا المقرر الخاص يأتي بطلب من الدولة المغربية، يقوم بزيارة لمجموعة من الأماكن، يستمع إلى إفادات ضحايا التعذيب، يستمع إلى الجمعيات الحقوقية، يتقصى مجموعة من الحقائق ويقدم تقرير يرسله إلى الحكومة المغربية لتجيب عن ما تضمنه هذا التقرير، وبعد ذلك يصدر الموقف الأخير للمقرر الخاص عبارة عن توصيات الدولة المغربية ملزمة بتنفيذها. إلى حدود الآن وقد صدرت توصيات مهمة عن تقرير خوان مانديز المقرر الخاص المكلف بمناهضة التعذيب، ولكن الحكومة المغربية والدولة المغربية لم تلتزم بهذه التوصيات. إذن كذلك هناك المقرر الخاص المكلف بالتمييز العنصري، هناك المقرر الخاص المكلف بحرية الرأي والتعبير، وهكذا. هذه المساطر الخاصة. نحن اليوم كحركة حقوقية نحاول أن نربط الاتصال مع المقررين الخاصين ومع الآلية التعاقدية كلما تطلب الأمر ذلك، وهذا يعطيه لنا القانون والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة المغربية. ولكن عندما ترفع شكاية من جمعية حقوقية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أو من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أو من المنتدى المغربي للحق والإنصاف إلى مقرر خاص
مثلا المقرر الخاص المكلف بحرية الرأي والتعبير حول عدم تسلم ملف ديال فريدم ناو الحرية الآن. هذا الذي يعتبر في دور أساسي للحركة الحقوقية في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان يعتبره الآخر إساءة لسمعة البلد. كذلك من الأمور الإيجابية التي نعتبرها إيجابية هو رغم ما قاله الأستاذ أحمد الهيج عن القضاء، فأنا أستثني القضاء، كل القضاء الإداري في بعض المحاكم الإدارية، ماشي في المحاكم ككل، ولكن إلى حدود اليوم هناك بعض الإشارات التي نعتبرها إيجابية ونثمنها ونشيد بها يعني نطالب بأن تصبح صمام أمان لحماية الحقوق والحريات. صدور أحكام قضائية مدعمة لدولة الحق والقانون. يمكن نعطي جوج ديال الأحكام القضائية صدرت لصالح الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. الأول في طعن واعتبار قرار معيب بتجاوز استعمال السلطة القرار ديال الوالي الرباط بمنع ندوة 27 شتنبر بالمكتبة الوطنية بالرباط، وكذلك منع نشاط اللي كانت الجمعية غادي تنظموا يومي 5-6 شتنبر من السنة الماضية. ونحن كذلك في العصبة المغربية للدفاع عن الإنسان الإخوان في فرع بركان يحضروا بعض الإخوان هنا في ما يتعلق برفض ملف استلام ملف لجمعية آباء بحكم أن أحد أعضاء مكتب هذه الجمعية ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان. رفضت السلطة استلام هذا الملف وتم اللجوء إلى القضاء الإداري، المحكمة الإدارية بوجدة، وتم الحكم بمشروعية هذا الملف وضرورة استلام السلطة المختصة لهذا الملف. إذن كذلك هناك مقالات في إطار القضاء الشامل تم رفعها، خاصة بعد منع ندوة ديال طنجة يوم 13 دجنبر السنة الماضية، والإجراءات كانت قام بها الفرع ديال العصبة المغربية للدفاع عن الإنسان بطنجة، ونحن ننتظر الحكم القضائي في هذا الجانب. كذلك بين الأمور الإيجابية هو تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. بالرغم من مؤاخذتنا حول هذه المؤسسة، أنه تقدم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور خلال شهر يونيو الماضي بعرض تحدث فيه عن حصيلة الوضع الحقوقي بالبلاد. من بين الأمور الإيجابية التي أشدنا بها في حينها كحركة حقوقية هو أن يأتي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى البرلمان وأن يعترف في الوقت الذي كان يتحدث فيه عن الاستعمال المفرط للقوة بأن هذا الاستعمال المفرط للقوة في بعض المدن أدى في سياق يعني ارتفاع الوتيرة ديالو إلى مستوى الاعتداء على الحق في الحياة، كما حدث في أسفي. هذا كلام رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي أسا ماذا حدث في أسفي وماذا حدث في أسا؟ في أسفي توفي كمال العماري، أنتم تعرفون على أنه كان أحد نشطاء حركة 20 فبراير وينتمي إلى جماعة العدل والإحسان. والمجلس الوطني انتدب لجنة لتقصي الحقائق في مدينة أسفي ووقفت على مجموعة من الأمور والمعطيات، والجمعيات الحقوقية كذلك قامت بإفادة لجان ديال تقصي الحقائق وعائلات المعني بالأمر ومجموعة من النشطاء الحقوقيين. الخلاصة التي توصلوا إليها أن كمال العماري توفي نتيجة التعذيب والاستعمال المفرط للقوة في حقه. نفس الشيء بالنسبة للشين في أسا الزهر، في أسا بالضبط مدينة أسا. هذا لما توفي قيل أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ بأنه كان غادي كيجري هربان من القوات العمومية، فمن بعد لقاوه ميت على أساس أنه فيه آثار ديال استعمال العنف في الجسد ديالو أدى إلى الوفاة. لما يأتي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان ويقر بأن الاستعمال المفرط للقوة
أدى إلى الاعتداء على الحق في الحياة ويورد حالات ماسة، بمعنى أن هناك اعتراف بتورط القوات العمومية في هذا الجانب. إذن هذا إيجابي. كذلك من ضمن الأمور الإيجابية هو عزل مجموعة من رؤساء الجماعات، والكلمة الأخ الكاتب الإقليمي كانت في هذا الاتجاه، عزل مجموعة من رؤساء الجماعات والمقاطعات بحكم تورطهم في اختلاسات وسوء تدبير الشأن العام المحلي. ونحن نطالب في العصبة بأن لا يبقى الأمر فقط في حدود إصدار قرارات العزل ونشرها بالجريدة الرسمية، ولكن أن يتم تحريك المتابعة في حقهم والوقوف على كل ما تم به تبرير قرارات العزل. من ضمن الأمور الإيجابية إحالة مجموعة من ملفات الفساد على وسوء التدبير التي وردت في تقرير المجلس الوطني المجلس الأعلى للحسابات على القضاء. ماذا شكلت سنة 2014 من سلبيات نعتبرها هي التي دفعتنا في الحركة الحقوقية إلى أن نقر بأن سنة 2014 عرفت تراجعا كبيرا في هذا المجال. مثلا العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تم منع الوقفة الاحتجاجية، وكنا نحن أول جمعية في النصف الأخير من السنة الماضية دشلت بها السلطة قرارات المنع. كان منع أول وقفة احتجاجية، المنع الأول لوقفة احتجاجية أمام معبر سبتة 1 يونيو 2014. ما هو مضمون هذه الوقفة؟ هذه الوقفة كانت تهدف إلى التنديد بما يعانيه المواطنون والمواطنات المغاربة بالمعبر الحدودي لسبتة المحتلة. يعني كنا نقف ونحتج، أو كنا سنقف وسنحتج من أجل مواطنين مغاربة ضد محتل إسباني. إذن تم منع هذه الوقفة واستعمال العنف. إذن من الذي يسيء إلى سمعة البلد؟ هل الذي ذهب إلى مدينة سبتة المحتلة وأراد أن يوصل رسالة مفادها أن هناك مواطنون ومواطنات مغاربة بمدينة محتلة يعانون، أم الذي استعمل العنف والعصا والقمع ومنع هذه الوقفة؟ لكم الحكم طبعا. منع الندوة الداخلية واللقاء الوطني لكتاب الفروع الذي كان منتظرا أن ينظم بمركز أولان يوم 27 سبتمبر، وتم نقل هذه الندوة إلى المقر المركزي للعصبة. منع الندوة التي كان سينظمها فرع العصبة وفرع الجمعية بطنجة يوم 13 دجنبر 2014. منع اللقاء الذي كان سينظمه فرع العصبة بزاكورة بإحدى المؤسسات التعليمية يوم 13 دجنبر. استمرار رفض السلطات الإدارية المختصة رفض استلام الملف القانوني الخاص بفرعي والميم وأسا، بدعوى أن ضمن هذه المكاتب أو المكتبين بعض الناس الذين ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان. واش حنا إذا كنا هذا جمع وجاء مواطن ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان وأردنا أن ننتخب مكتبا لأي جمعية فرع العصبة ولا غيرها، والقاعة قررت أن هذاك السيد ولا هذيك السيدة غادي يتحمل المسؤولية، ديو الملف للسلطة ترفضوا لأن هذا السيد في جماعة العدل والإحسان. إذن هذا الشيء اللي كان بالفعل يشرعنوه يقوموا بتعديل القانون يضيف إلى مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات بأن كل من ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان لا يمكن له أن يكون مسؤولا في جمعية كيفما كان نوعها. وغادي يكون مريضنا ما عنده باس، فاش غادي يطلع هذاك السيد نقولوا له أنت ما يمكنش لأن القانون راه ضدك. كذلك منع الندوة، هذا آخر منع. هذه اللي منظمة دولية، علاش نقول هنا تنستعملوا كلمة السمعة مزيان كل مرة ردد السمعة، لأن هذوك الناس اللي تيقولوا لنا تيتهموننا بأننا نسيء إلى سمعة البلد ليعرفوا من الذي يسيء إلى سمعة البلد. هذه منظمة فيدريشن نومان ألمانيا قامت
يومي 24 و 25 كانت غتنظم واحد المؤتمر حول الحريات بالمنطقة المغاربية بفندق حسان بالرباط. قامت جميع الإجراءات واستدعت الضيوف الدول المغاربية وحضروا الضيوف، وفي آخر لحظة تم منع هذا النشاط. وفي ذاك اليوم استضافوا الإخوان في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مشكورين هذا النشاط، وأنا بصدد مناقشة الأمر مع المسؤولة عن هذه المنظمة. قالت لي ودي هذا الشيء ما كاينش، هذا الشيء اللي وقع في المغرب لا وجود لنظيره في بلدان أخرى، حتى الدول المتخلفة أكثر من المغرب. ساعة ونص هي كتسنى قدام رئيس قسم الشؤون العامة في الولاية ديال الرباط، وفي الآخر ما استقبلهاش، حلوها على موظف آخر وقال لها حنا كندبروا، حنا بصدد إيجاد الحل، حتى تعاودي ترجع عندنا. ومن بعد سدوا عليها مابقاوش كيخليوها تدخل. هذه مسؤولة ديال منظمة دولية. ولاحظوا كيفاش كيتعاملوا مع مسؤولين اللي هما مسؤولين عاديين، السلطة رئيس قسم الشؤون العامة ولا رئيس مصلحة ولا قايد ولا هذا، مسؤول عادي ماشي شي مسؤول سامي كبير، ولكن عنده التعليمات ديال يمنع راه منع. رفض السلطات الإدارية بولاية الرباط استلام الملف القانوني الخاص بجمعية الحرية الآن. هذه الجمعية الحرية الآن أسسوها واحد المجموعة ديال المناضلين مغاربة عندهم تجارب في جمعيات حقوقية من مشارب سياسية متعددة متنوعة. قالوا غنعملوا واحد الجمعية سميتها الجمعية الحرية الآن، وهي جاءت بعد أن عاشوا هذه المجموعة ديال الأخوات والإخوان تجربة ديال اللجنة الوطنية من أجل الحرية لعلي النزلة. لما تم اعتقال علي النزلة صاحب موقع لكم، تم تأسيس لجنة وطنية كانوا فيها مجموعة ديال النشطاء الحقوقيين، وبعد ذلك تم تجربة وصلت إلى مستوى النضج وتم تأسيس هذه الجمعية. السلطات رفضت استلام هذا الملف. من عندها دعت إليها التنسيقية الوطنية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كلية الآداب إلى آخره. مجموعة ما كاين علاش نوقف على واحد مجموعة ديال المسائل. غادي ندوز للجانب المتعلق بهذا الدور ديال الحركة الحقوقية. اليوم في هذه الندوة أردنا أن نوجه رسائل إلى كل من يعنيه الأمر بأن الحركة الحقوقية هي تقف صامدة ضد كل محاولات الترويض والتطبيع. في المغرب كما يعيشه الجميع اليوم مجموعة من الأحزاب السياسية وأغلبها هي منخرطة اليوم في لعبة معينة سياسية، وتدخل في توافقات متعددة، وبالتالي عندما يطلب منها مثلا موقف سبيل المثال الحصر بخصوص قضايا تعتبره الدولة محرجا لها، فإن كل الأمناء العامين للأحزاب السياسية يقدمون تصريحات إلى حد ما متطابقة، ولم نعد نفرق ما بين من له مرجعية وطنية ديمقراطية وما بين الذي ولد في رحم الإدارة وقد يكون شبيه بالذي ذكره الأستاذ عبد الحق عندلي في عرضه. إذن اليوم الحركة الحقوقية وقفت صامدة ضد هذه المحاولات، واستمر عملها في فضح الانتهاكات والتصدي للتجاوزات. والأمر الذي دفع وزير الداخلية يوم 15 يوليوز من السنة الماضية ليقدم تصريحا خطيرا واعتبره هو بداية التراجع والاحتقان الذي يسود في المغرب ما بين الحركة الحقوقية ومؤسسات الدولة بشكل عام. اليوم قال في هذا التصريح بأن هناك أمام البرلمان طبعا في سياق جوابه على مجموعة من الأسئلة الشفوية من فرق نيابية متعددة، قال بأن هناك كيانات، لاحظوا الاسم، كيانات تعمل تحت يافطة حقوقية
تستغل هذا الوضع، لأن كلما كيتكلم هذا الشيء جاء في سياق ماذا؟ في سياق جوابي على أسئلة تتعلق ما هي خطط الدولة التي أعدتها لمواجهة الإرهاب وهادشي ديال داعش وهادشي ديال النصرة وهادشي. في سياق جوابه قال ودي الناس ديال الأمن والمكلفين بالأجهزة الأمنية يقومون بأدوارهم، ولكنهم يواجهون بكيانات تعمل تحت يافطة حقوقية تتصدى لعملهم فتسيء بذلك إلى سمعة البلد، وهي تعمل على خدمة أجندة أجنبية. إذن ربط ورود اسم الجمعيات الحقوقية باسم كيانات في سياق الحديث عن الإرهاب وعن داعش وعن النصرة في الوقت الذي نحن كحركة حقوقية ندين كل هذه الأعمال الإرهابية بجميع تفاصيلها، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل المدرجة في سياق جواب مسؤول حكومي كيفما كان وكيفما على شأنه في هذا السياق هذا ويتم الذكر ديال اسماء الجمعيات الحقوقية. واحد. اثنين، إذا كان عملنا الذي نقوم به في مجال التصدي لانتهاك حقوق الإنسان وفي قضايا فضح التعذيب الذي تقوم به السلطات في مجموعة من أماكن الاحتجاز، وكذلك في فضح كل الخروقات والتجاوزات الصادرة عن مجموعة من الأجهزة، كانت في الأجهزة الأمنية أو قضائية أو في مؤسسة حكومية، إذا كان كل هذا في نظر وزير الداخلية ومن معه يعتبر إساءة لسمعة البلد، فأنا أطمئنه وأقول له أن هذا يشرفنا كثيرا إذا كنت تعتبره يعني إساءة لسمعة البلد، فنحن نعتبره دفاعا عن سمعة البلد. لأن عندما نطالب بضرورة احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات، سواء تعلق الأمر هنا بالمغرب أو في اللقاءات الإقليمية المنتدى الاجتماعي أو في لقاءات مغاربية أو في دورات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إذا كان هذا العمل يقلقك فإننا سنستمر فيه وسندافع عن حقوق الإنسان وسنتصدى للانتهاكات وسنفضح كل مظاهر التعذيب وسنقر بمسؤولية الدولة في كل ما يمكن أن يعتبر مسا بالحرية والحقوق. إذن فليعتبره هو إن شاء إساءة لسمعة البلد ذلك شأنه. قضية خدمة أجندة أجنبية، دابا بالأمس اعتبرنا ما وقع في مصر، نحن في العصبة وأعتقد الجمعية ومجموعة من الجمعيات، ما وقع في مصر في يونيو 2013 انقلاب عسكري، ما كاينش شي تفسير سياسي لشي حاجة أخرى. واحد الجهة معينة يمكن أن نختلفوا معها جذريا، كاين واحد الجهة معينة وصلت للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع. عندما نرى أو نقر بأن هذه الجهة ليست مؤهلة لتدبير الشأن العام المصري، يجب أن تسقطها صناديق الاقتراع. هذه هي الديمقراطية. إذن بالأمس قلنا انقلاب، وقلنا بأن عبد الفتاح السيسي ومن معه يجب أن يحالوا على المحكمة الجنائية الدولية. فكان كلامنا في هذه الفترة إساءة لسمعة البلد لأنه تناقض مع الموقف الرسمي، وقال أنه خدمة لأجندة أجنبية لأنه ربما اعتبرونا بأننا خلفية معينة لجهة كانت متضررة فيما وقع في مصر، واليوم مش موقع في المغرب. جاء الأجهزة الإعلامية العمومية القناة الأولى والثانية وقدموا تقرير مفصل واعتبروا ما وقع في مصر انقلاب عسكري، وأشاروا إلى المذبحة ديال رابعة والنهضة. إذن ما الذي يخدم الأجندة الأجنبية؟ هل الجمعيات الحقوقية أم الذي أوحى إلى المغرب بضرورة أن يقدم
هذا التنبيه أو الإنذار للسلطة العسكرية بمصر. أدوار الجمعيات الحقوقية لم تكن يعني وليدة الصدفة كما قلت في بداية مداخلتي ولا حديثة العهد، فهي متأصلة في الذاكرة الحقوقية. العصبة المغربية للدفاع عن الإنسان التي تأسست في 11 مايو 1972 وجاءت بعدها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 26 يونيو 1979 أسستا معا الجمعية والمنظمة والعصبة عفوا واحد الآلية اسمها آلية التنسيق الدائمة بين الجمعية والعصبة سنة 1988. وهذه الآلية المشتركة قامت بدور كبير في سياق عنوان الندوة في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. يعني أول مرة في التاريخ ستتجرأ جمعيتان حقوقيتان مغربيتان في إطار هذه اللجنة لإصدار بيانات نارية اتهمت فيها السلطات بارتكاب انتهاكات جسيمة ممنهجة لحقوق الإنسان، وبيانات تتعلق بوفيات في مخافر الشرطة وبوجود معتقلات سرية في أقدس وقلعة مكونة وتزمامات ودار المقري وغيرها. وهذا العمل الذي قامت به لجنة التنسيق هو الذي دفع جهات معينة إلى أن تدفع بتأسيس منظمة أخرى اللي هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1988. والحركة الحقوقية لم تقع في الفخ الذي رسم لها في تلك الفترة، بل احتضنت الحركة الحقوقية كل المكونات وانضمت المنظمة إلى الجمعية والعصبة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وجمعية الحقوقيين المغاربة، فأعلنوا مبادرة صياغة الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الأولى. فكان للحركة الحقوقية دور مهم جدا منذ 1990 فيما شهده المغرب، خاصة ما ورد في العرض القيم للأستاذ عبد الحق عنداني. وأعتبر بأن تاريخ العدالة الانتقالية في المغرب بدأ منذ التوقيع على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، لأن لجنة المتابعة اجتمعت في فبراير 1990 والحسن الثاني أسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 8 مايو 1990 وكأنه في مبادرة استباقية لكي لا تصل الجمعيات الحقوقية الخمس إلى التوقيع على الميثاق قبل تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. لهذا أقول بأنه العدالة الانتقالية كانت يعني تاريخها وبدايتها الأولى بعد التوقيع على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه مباشرة بعدها ستبدأ الأعمال التحضيرية للمحاكم الإدارية الأولى، يعني القضاء الإداري الذي تأسس سنة 1993، ثم سنعيش التجربة الأولى للتعويض في إطار الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان وهيئة التحكيم المستقلة في 99 لنصل إلى 6 يناير 2003 تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة. إذا الخلاصة ديال المداخلة ديالي أنه للحركة الحقوقية دور مهم جدا لأنها تلعب دور رقيب فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية وكذلك فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. واليوم الحركة الحقوقية نعتبرها في مجموعها أنها إلى حد ما هي لها ما يكفي من المناعة تجاه كل عمليات الاختراق بالرغم من المحاولات التي قد تكونون تابعتموها إعلاميا بعد تصريحات وزير الداخلية وفي لقاء في إحدى المنازل مع وزير الداخلية في لقاءين وكيف وتكييمات الحركة الحقوقية لهذين اللقاءين. كل ما يمكن لنا أن نقره كحركة حقوقية هو أن عملنا سيستمر وفق المرجعية الدولية، لا يمكن أن نحتكم في أي خلاف إلا للقانون وخاصة القانون العادل الذي يحترم المعايير الدولية، ونحن منفتحون على كل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز هذا الدور
وإلى الدفاع عن مشروعية عمل الحركة الحقوقية في المستقبل. شكرا لكم.